اختلالات بالجملة في تهيئة الطرق بمدينة فاس. النموذج من شارع مولاي رشيد المشهور بطريق صفرو، حيث تكاد نفس الصورة تتكرر في مختلف الطرق التي تخضع لأشغال التهيئة الحضرية. صعوبة ولوج الممرات وغياب الإشارات الضوئية في بعض المدارات. المسافة الطويلة الفاصلة بين ممرات الراجلين تعرقل سير المواطنين وتحول دون ولوجهم إلى الناحية الثانية، خصوصا ذوي الاحتياجات الخاصة والتلاميذ، الشيء الذي يحتمل معه وقوع حوادث سير مميتة. المدينة المونديالية تئن تحت وطأة عدم تتبع الأشغال على غرار المدن الأخرى. المدينة المونديالية تئن تحت وطأة عدم تتبع الأشغال على غرار المدن الأخرى. تابعونا في هذا الروبورتاج. هي أشغال إعادة التهيئة كانت واعدة وحققت إضافة نوعية، ولكن خصها تدقق في أصول وأوليات السلامة الطرقية. الراجلون بالدرجة الأولى تيحققوا واحد النسبة خطيرة ديال الضحايا من بين حوادث السير، لذلك تيخص تعطى لهم الأولوية. الراجلون بالفئات المختلفة، الأطفال، الشيوخ، المرضى، المعاقون، النساء، الحوامل والأمهات المدفوعات الأطفال، هادو كلهم مضطرين باش يعبروا الطريق. خصهم ينطلقوا من ولوجية على رصيف إلى ولوجية مقابلة ومسار سليم مؤمن للراجلين. كاين تشوير أفقي وتشوير عمودي الآن، ولكن ما كافينش. تيخص التعزيز ديالهم حملات أمنية أولا، ثانيا رصد تحرك الراجلين في أوقات الذروة باش المسارات ديال الراجلين أو ممرات الراجلين تستجيب للحاجة الاجتماعية، ماشي تندار خارج إطار الحاجة ويكون على الراجل أنه يتلمس ممر الراجلين ولو عن بعد. فالمأمول أنه يكون هذا الرصد ويكون تكييف ممر الراجلين وفقا لحاجيات المتمدرسين ولحاجيات السكان والمارين بمختلف فئاتهم. أيضا وسط الطريق يعني كاين الفصل الآن بخطين متصلين، ولكن ما كافينش. تيخص التعزيز ديالهم فاصل مطاطي، داك سيباراتور اون بلاستيك اللي كيمشي ريجيش ملكي خصو يتكرر في جميع الشوارع، لان من بعد توسعت الطريق كثير من السائقين وخاصة أصحاب الدراجات النارية تعتبروها حلبة السباق. إذا المفروض أنه يكون تأمين مستعملي الطريق ما أمكن، هذا مطلب ماشي عسير، تنتمنى أنه يوصل ويحظى بالاستجابة فعلا. لا، هذه التهيئة خصها تاخذ بعين الاعتبار هذا الشيء، وما تخليش هذه الممرات الراجلين متباعدة، تحقق واحد التقارب نسبي باش ما يبقاش الراجل مضطر لأنه يتلمس الممر ولو عن بعد، وهذه تتحدث في حالات قليلة، ولكن يكون على مرمى البصر، وهذا غادي يأمن حياته ويأمن العبور الآمن. وطبعا يعني محمود أنه كان إشارة خضراء وحمراء للراجل، هادشي يساعد على التنظيم أكثر، ولكن ضروري تكون حملات أمنية معززة. وهذه الممرات خصها تكون غير متباعدة حقيقة، لأنها غير مكلفة بشكل كبير، ولكنها مؤمنة ومصدر ديال الأمان تيخصنا نوفروه، وخاصة أن مشروع إعادة التهيئة بهذه الجمالية وبهذه الدقة وبهذه الرؤية وبهذه الممرات الجانبية، هذا الشيء كله مكاسب، إنما يتعزز كذلك بتأمين عبور الراجلين بمختلف فئاتهم. هذا مطلب أساسي وقابل للاستدراك والتدارك. هذه ملاحظة تتكرر حتى في شارع حسن الثاني من قبل. ممر الراجلين خصو ينطلق من ولوجية وينتهي بولوجية،
ولكن ما يكون عنده حتى شي عائق في وسط الطريق، لا حديقه ولا الممر، يمشي في خط مستقيم ومؤمن ارضيا وبالتشوير ديالو الكامل وبالوقايه اللازمه. والمأمول كذلك انه في المدى القريب والمنظور يبرز المسار ديال البي اش ان اس، البيس او نيفو دو سيرفيس، اللي هو مشروع غادي يتحقق ان شاء الله، ولكن التهيئه ديالو تبدا من الان باش الناس يتعودوا على المكونات ديال الطريق واحترامها ومساراتها المؤمنه. الحملات التحسيسيه ما عندهاش موعد ولا فتره مستمره، ودائما يعني مع الراجلين، مع المتمدرسين، مع مختلف فئات مستعملي الطريق، كل ما واتت فرصه تكون التنبيه والتوعيه بالمنجز وترقب ما سيضاف وسيتحقق. لا تنسوا الاشتراك في القناة وتفعيل زر الجرس كي يصلكم كل جديد.